اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. بمناسبه ان فيلم ذا فلاش خلاص نزل في السينما، النهارده هنستغل الفرصه ونتكلم على الفلاش بوينت في الكوميكس وناخد فكره اكتر. الفلاش بوينت ده كروس اوفر تبع دي سي كوميكس، اتعمل في شهر مايو سنه 2011 على ايد جيف جونز، وده اللي ادى بعد كده الريبوت كامل لعالم دي سي ونشأة النيو 52 وبرايم ايرث. القصة الكور الأصلية متكونة من 5 أعداد، بس دي سي حبت تكبر الموضوع وتدي تفاصيل أكتر، فعملت كده قصة صغيرة متكونة من 5 أعداد اسمها روت تو فلاش بوينت أو الطريق للفلاش بوينت، بالإضافة ل 13 سلسلة، كل سلسلة 3 أعداد، غير الكروس أوفرز والوان شوتس، كله على بعضه 66 عدد. بس احنا دلوقتي هنتكلم على القصة الكور الأصلية عشان فيها الزتونة. باري ألان فلاش بيصحى من النوم بيلاقي فيه تغييرات عنيفة حصلت على التايم لاين، يعني مبدئيا كده هو ما عندوش السوبر سبيد بتاعته، أمه لسه عايشة، واحد شرير زي كابتن كولد ده اهم بطل موجود في المدينه ويعرف باسم سيتيزن كولد وعنده متحف خاص بيه، الجاستس ليج مش موجودين، واهم بطل موجود في العالم هو سايبورج. سوبرمان محبوس من وهو صغير في منشاه حكوميه تحت الارض في مدينه متروبوليس، ده بسبب ان هو لما جه كوكب الارض وقع في متروبوليس، ما وقعش في سمول فيل وموت 35 الف واحد بالغلط، ده اللي ادى ان هو يبقى فار تجارب عند الحكومه دلوقتي. بروس وين بيموت مكان ابوه وامه، ابوه بيبقى باتمان عنيف بيموت المجرمين، وامه بتبقى الجوكر. عندك هال جوردن مش بيبقى جرين لانترن عشان ابن سور لسه عايش، بيلي باتسون مش بيتحول شازام لوحده، بيتحول هو واخواته الخمسه، هم الستة بيتحولوا كابتن ساندر. اكوامان ووندر وومن بيحبوا بعض، ميرا مرات اكوامان بتهاجم وندر وومن، وندر وومن بتموتها بتاخد التاج بتاعها، اكوامان بيتضايق بيعلن الحرب على الامازون، بنشوف ان اخوه بينضم له اللي هو اوشن ماستر، على الرغم ان هم في الطبيعي بيكرهوا بعض. بنشوف الحرب ما بين الامازونيات والاطلنطيين دي حصل فيها حاجات غريبه جدا وعنيفه، يعني اكوامان بيغرق اوروبا الغربيه بيموت اكتر من 100 مليون واحد، وندر وومن بتدمر المملكه المتحده بتخليها مقر عملياتها الجديده بتسميها نيو سيمسكيرا وبتموت 32 مليون واحد. لويس لين بتكون في نيو سيمسكيرا علشان تكون قريبه من معسكر وندر وومن وتنقل معلومات لسايبورج. بنشوف ان الحكومه الامريكيه بتطلب من ستيف تريفور ان هو يروح ينقذ لويس لين، بس وندر وومن بتلاقيه بتموته، على الرغم ان في الخط الزمني الاصلي هما بيحبوا بعض. لويس لين بعد كده بتدور على المقاومه وبتلاقيها. سايبورج بيقرر ان هو ياسس فريق متكون من الناس اللي عندهم قدرات، باتمان بيرفض الانضمام للفريق ده، بيقول له الناس دي كلها ما بينهم خلافات، اول لما يتقفل عليهم باب هيقعدوا يموتوا في بعض، انا مش منضم للفريق ده. ساعتها كل الناس تقول لو باتمان ما انضمش احنا كمان مش هننضم، والفريق ده مش بيتاسس. بعد كده بنشوف ان باري الان دلوقتي مشتت مش عارف ايه اللي بيجرى في العالم، فبيقرر ان هو يروح لباتمان عشان باتمان دايما عنده كل الحلول. اول لما بيشوفه بيقول له بروس انا باري صاحبك ساعدني. باتمان اول لما بيسمع الاسم بتاع بروس بيقرر ان هو يضرب باري الان عشان هو بيكذب، بس باري بيقول له لا يا عم انا بالفعل بطل خارق، بص الخاتم بتاعي هيطلع البدله بتاعتي، والخاتم بيطلع البدله بتاعت الريفرس فلاش. ساعتها باري الان بيبقى متاكد تماما ان الريفرس فلاش هو اللي عمل كده في العالم. احنا بعد كده بنشوف ان الذكريات بتاعته ابتدت تتبدل، ذكرياته القديمه ابتدت تتمسح وبتتبدل بذكريات من عالم الفلاش بوينت. باتمان بيقرر ان هو يساعده عشان ينقذ بروس، باري بيقرر ان هو يضرب نفسه بالبرق زي ما حصل له اول مره عشان يسترد قدراته. باتمان بيقول له انت مجنون، بس باري بيصمم وبيعمل كده بالفعل، بيجي له حروق درجه ثالثه، بس بعد كده بيعمل الموضوع ده تاني والمره دي بيسترد قدراته. باري بيقول لباتمان في واحد ممكن يساعدنا ده اسمه سوبرمان، فباتمان بيقول لسايبورج انا ممكن انضم للفريق بتاعك لو انت ساعدتنا ان احنا ننقذ سوبرمان اللي باري بيقول عليه. سايبورج بيوافق، بياخدهم للمنشأة العسكرية اللي تحت الأرض، بيلاقوا سوبرمان بيتصدموا أول لما بيشوفوه، بيكون رفيع وضعيف عشان عمره ما شاف أشعة الشمس، بيحرروه، أول لما بيشوف الشمس بيسيبهم وبيطير. بعد كده بيخشوا في معركة مع القوات الأمريكية وبتيجي إيليمنت وومن تنقذهم. بعد كده فلاش بيخش في جدال فلسفي مع باتمان عشان فلاش شايف إن هم المفروض ينقذوا العالم. باتمان بيقول له لا ركز مع ريفرس فلاش وخلاص، بس هو بيغير رأيه لما فلاش يقول له عارف لو كان بروس موجود دلوقتي كان هينقذ العالم. بعد كده بنشوف ان في 6 ابطال بيروحوا لندن عشان يوقفوا الحرب ما بين وندر وومن واكوامان. ال6 ابطال دول بيكونوا سايبورج، باتمان، فلاش، كابتن ساندر، إيليمنت وومن، وانشانترس. انشانترس بتخونهم عشان بتكون شغاله مع وندر وومن في الخفاء، وبتخلي كابتن ساندر يرجع لل6 عيال، في واحده في جيش وندر وومن بتموت بيلي باتسون. باري دلوقتي وهو حزين بيجي له ريفرس فلاش بيقول له شفت انت عملت ايه يا باري، وبيشرح له بعد كده بيخليه يفتكر، يقول له الشرير في القصه دي هو انت. بيطلع ان باري الان على الرغم ان هو كان سعيد في حياته، متجوز، عضو من اعضاء فرقه الجاستس ليج، انقذ ملايين البشر، بس هو لسه مفتقد امه، فقرر ان هو يضحي بالتايم لاين كله في مقابل ان هو ينقذ امه. بعد كده احنا بنشوف ان ريفرس فلاش بيقول له انا شاكر ليك، اللي انت عملته ده خلاني ليفنج بارادوكس، عشان وانت بتغير في التايم لاين انا كنت ساعتها بجري في التايم ستريم، انا دلوقتي ممكن اعيش واموتك عادي خالص، ما بقتش محتاج ليك عشان افضل على قيد الحياه. وهو بيتكلم كتير كده بيجي باتمان من وراه بيغزه بالسيف وبيموته.
المقاومة بتيجي بعد كده وبتشتبك مع قوات وندر وومن واقوى مان. باتمان بيتصاب جامد على ايد انشانترس. سوبرمان بيجي يضرب وندر وومن واقوى مان يقول لهم كفايه. سايبورج بيعرف ان اقوى مان عنده سلاح سري هيغرق بيه المملكه المتحده ويدمر نص العالم. دلوقتي فلاش مش عارف ايه اللي المفروض يتعمل. باتمان بيقول له هو بيحتضر: انقذ العالم، انقذ الملايين اللي عايشين دلوقتي والملايين اللي ماتوا، ارجع عبر الزمن الى الماضي وصلح كل حاجه. وبيديله جواب عشان يديه لابنه بروس. بنشوف ان فلاش بيجري بيقابل امه يقول لها انا مش عايز اخسرك تاني، بس هي بتقول له انا حياتي مش اهم من كل الناس دي، وبتقنعه بالفعل ان هو يغير الفلاش بوينت. بيرجع عبر الزمن الى الماضي وبيمنع نفسه الصغيره ان هي تنقذ امه. وبعد كده بنشوف ان هو في الكهف دلوقتي مع باتمان بروس وين. وبروس بيقول له ما تزعلش يا باري، انا لو دلوقتي كنت مكانك كنت هعمل اكتر من كده. ففلاش بيديله الجواب بتاع ابوه وبروس بيعيط من كتر التاثر. بعد كده احنا بنشوف ان في 3 اكوان امتزجوا ببعض: نيو ايرث وفيرتيجو وايلد ستورم، بيكونوا مع بعض النيو 52. والاحداث الرئيسيه بعد كده بتبقى في البرايم ايرث. وبنعرف ان السبب الرئيسي في تكوين النيو 52 مش فلاش، لا ده دكتور مانهاتن. ده بص على المالتي فيرس بتاع دي سي وقال لك ده مثير للانتباه. قرر ان هو يسرق 10 سنين من حياه الابطال، خلاهم اصغر وخلاهم اضعاف. كان في حلقه قبل كده اتكلمنا فيها على تاريخ تطور دي سي واتكلمنا فيها سريع عن الفلاش بوينت. لو انت ما كنتش شفتها هذا الرابط بتاعها على الشاشه، كانت حلقه قويه. احنا دلوقتي ممكن نتكلم على ظهور الفلاش بوينت في الاعمال الفنيه. انت عندك بالنسبه للاروفيرس فمسلسلات فلاش وليجندز اوف تومورو بعد احداثها حصلت في الفلاش بوينت. انت عندك كمان فيلم انيميشن اسمه جاستس ليج فلاش بوينت بارادوكس، كان معتمد على القصه دي وان كان محرف شويه في بعض الاحداث. وفي عالم كامل من الافلام الانيميشن كانت معتمده على النيو 52. كمان ممكن نتكلم ان في فيلم لايف اكشن دلوقتي في السينما اللي هو فيلم ذا فلاش، هيبقى معتمد على فكره الفلاش بوينت، وبيه هينهي العالم بتاع زاك سنايدر اللي هو الدي سي اي يو ويبتدي العالم بتاع جيمس جان اللي هو الدي سي يو. شخصيات الفلاش بوينت برضو ظهرت في 4 العاب فيديو جيمز من ضمنهم جادز امونج اس وانجاستس 2. بس كده دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها عن الفلاش بوينت في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في القصه دي؟ انت هتشوف فيلم فلاش ولا لا؟ هتشوفه في السينما ولا هتستناه صوره نظيفه؟ احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.